ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن تساقط الشعر وعن علاج لتساقط الشعر. تساقط الشعر من الحاجات اللي بتحصل لنا ما بين الفصول، وده بيكون اسمه تساقط موسمي، وفي بيكون ليه علاجات موضعيه زي السبريهات بتاعه الشعر، ودي بتكون فعاله جدا في تساقط الشعر الموسمي. في انواع كتير من السبريهات، وانا النهارده جايه اكلمكم عن نوع منهم انا شخصيا جربته ونفعني جدا، وقلت ان انا لازم افيدكم بيه عشان انتوا كمان تستفادوا وتجربوه، وان شاء الله باذن الله يجيب نتيجه كويسه معاكم. السبراي اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده هو السيرو بايب سبراي. سيرو بايب سبراي ده من شركه باركفيل، هي برضو عامله لاين تاني اسمه سترونج فيل، برضو حلو جدا بالكافيين والبايوتين. بس التركيبه بتاعت سيرو بايب سبراي دي مختلفه، وهقول لكم مختلفه ليه. عارفين كامينا موتو اللي هو التركيبه الياباني اللي دلوقتي وصل سعره تقريبا 2000 جنيه؟ هو نفس التركيبه بالظبط ونفس المكونات. وتعالوا اقول لكم المكونات بتاعته هي ايه. المكونات بتاعته هي كاماجين اي وكاماجين كي، وكمان في البايوتين والكيراتين والارجان اويل والكافي اريبيا، يعني القهوة العربية، وفيتامين اي، وكمان في خلاصة جنين القمح. طيب كل الحاجات دي هتعمل في شعرنا ايه؟ كل الحاجات دي هتساعد ان احنا نوقف التساقط، وكمان هتساعد في تحفيز نمو الشعر وتحفيز البصيلة انها تطلع شعر جديد، وكمان هتطول معاكي شعرك. يعني انا كل اللي شفته بقى من السبراي ده، وهقول لكم انا شفت منه ايه وكمان استخدمته ازاي للانبات. انا شفت منه تطويل للشعر، وشفت منه منع للتساقط بعد اسبوع تقريبا من الاستخدام كل يوم. هقول لكم كنت بستخدمه ازاي، وكمان هقول لكم استخدمته للانبات ازاي. انا كنت بستخدم السبراي ده كل يوم، بحط منه 6 بخات، تمام، بتوزعيهم على فروه راسك، وبتبتدي تعملي مساج بسيط كده خفيف عشان شعرك برده ما يقعش وبس، وتبتدي تسرحي شعرك وخلاص. انا بقى استخدمته للانبات ازاي؟ كنت بعمل ديرما رولر بالسبراي دوت بديل للامبولات، لان انا ما كانش الوقت ده عندي امبولات، فكنت بستخدمه بدل الامبولات. وكنت بستخدم الديرما رولر، بس ما كنتش بمشيها داير يعني رايح جاي كده على الشعر زي ما هما بيعملوها، لان ده لقيته بيقطع شعري وبيطلع فيه. فاحنا مش عايزين نقطع الشعر، احنا عايزين نعالج الشعر. فهنعمل ايه؟ هناخد الديرما رولر، وبعد كده نبتدي نعمل ستامب في فروه الراس، يعني دوسي على فروه راسك بالديرما رولر، بس ما تمشيهاش عليه، ما تمشيهاش على شعرك كله عشان شعرك ما يتقطعش. وتبتدي ترشي السبراي دوت وتعملي مساج بسيط قوي بس عشان تتاكدي ان الفروه شربت السبراي، مش اكتر من كده. عايزه اقول لكم انت لو عندك تساقط شديد او كمان عندك فراغات في شعرك شديده، ممكن تعملي بيها بالديرما رولر مره في الاسبوع، تمام. لو ما عندكيش وانت بس مجرد ان انت عايزه تحفزي نمو الشعر بتاعك عشان يبتدي يطول ويتقل، فانت ممكن تعمليها مرتين في الشهر، يعني مره كل اسبوعين وبس. لكن احنا هنرش كل يوم ونعمل مساج زي ما قلت لكم كده لمده دقيقتين، وبعد كده نسرح شعرنا. ويا ريت ان انت يعني قبل ما تنامي مثلا بساعه او بساعتين ترشيه علشان ما يتمسحش في المخده، وانت مش كده مش هتستفادي بيه في اي حاجه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير، واشوفكم ان شاء الله بقيه السلسله بتاعه تساقط الشعر، وان شاء الله هنزل لكم بقيه الحاجات اللي انا جربتها لتساقط الشعر ونفعت معايا. مع السلامه.